مستوى الدوري. الى خدينا الموسم الماضي فريق النهضه الامريكانيه فاز بمدينه الدار البيضاء بهدف واحد، هدف ابراهيم البحراوي وتشادراك في الوقت اللي تعطات الانطلاقه ديال المباراه. ولقاء الاياب فريق الرجاء فاز ببركان ورد الدين هدف واحد، هدفي محسن متولي ومحمد زريده. بالنسبه لهذا الموسم لقاء الذهاب الرجاء انتصر 2-0، هدفي زريده ومحمود بن تيك اللي حاضرين في هذه المباراه. ولقاء الاياب الرجاء انتصر 2-1، نوف الزروني ومحمد زريده. لهذا الحكم وكذلك الحكام الشباب حتى انه يقدموا لمستويات. لاحظوا هذا الحضور الجماهيري الكبير والقوي لجماهير فريق الرجاء. هذه قوه الرجاء على مستوى القاعده الجماهيريه، وكذلك الان النهضه الامريكانيه كما قلت انا رغم بعد المسافه ولكن الجماهير التي تحملت مشاقه الملعب. وضربه مرمى لفريق فريق النهضه الامريكانيه، لعبت الكره طويله اتجاه اللاعب يوسف الفحلي. محمد بقعزي، يوسف الفحلي، تدخل ديال مروان هدودي. الحكم كيوقف اللاعب من جديد بشكل كبير امين الكرمه في المرتدات الهجوميه. تابع هذا التدخل ديال وقت اللي مشى الكره دخول الخطا. اذا بعد متابعه اذا ورقه حمراء لمروان هدودي، ورقه حمراء بطاقه حمراء لمروان هدودي. اذا الرجاء سيوقف المباراه. لعبت الكره مباشره، فرصه كره جانبا. كان هناك وضعيه تسلل على اللاعب ايسوفو دايو، كره مرت جانبا من القائم الايسر، لعبت بشكل جيد من طرف اللاعب ياسين البحيري. نتابعوا من جديد. بالفعل كان هناك وضعيه تسلل، خروج ديال ايسوفو دايو. لاحظوا البكاء ديال اللاعب يوسف الزغودي، لانه هو اللي قلت بان اللاعبين كيكون طموح ديال اي لاعب انه يكون حاضر في المباراه النهائيه وانه يلعب دقائق ديال المباراه النهائيه. اصابه ديال يوسف الزغودي اللي اضطرته انه يخرج ويخلي المكان ديالو بكر الهلالي. فرصه راسيه وتدخل الحارس امين الوعد. كانت محاوله، لعبت الكره بسرعه داخل منطقه الجزاء والراسيه. فرصه محمد زريده الحكم في الوقت اللي الحكم تدخل. نتمنى ان يكون هناك روح رياضيه، لأنه الحكم كان اعلن على الخطا. بعد ذلك كان هناك تدخل على ايد الحكم وحكام ديال المباراه كيحاولوا انه يهدئوا اللاعبين. وكذلك المباراه نتمنى انها تمشي بروح رياضيه كبيره بين فريقين كبيرين بقيمه الرجاء والنهضه الامريكانيه. سنتابع من جديد. هنا الحكم اعلن على الخطا. محمد زريده واصل المحاوله في الوقت اللي كان التدخل ديال حمزه المساوي. الحكم اعلن على خطا لفائده يعني قبل ذلك لفائده فريق النهضه الامريكانيه. اذا المباراه كما قلت نتمنى انه يكون هناك تحليل بالروح الرياضيه، الابتعاد عن كل ما يخرج الروح الرياضيه، الاستمتاع باجواء وحماس ومتعه كره القدم. كذلك انه التسويق يكون تسويق مثالي لهذه المباراه النهائيه. اكيد اللي كيتابعوها الملايين. كان هناك سقوط فقط ديال لاعب شرقي البحري. امامنا السيد فوزي الخجار رئيس الجامعه الملكيه المغربيه اللي حاولت استغلال هذه الكره الثابته. امامنا الحارس امين الوعد، لعبت الكره راسي رجاء اول فرصه، تمر جانبا. ابرز فرصه لفائده فريق الرجاء اسماعيل مقدم، حاول مره في اتجاه لاعب نوف العزروني، الكره تمر جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس امين الوعد. ابرز فرصه خلال هذه الجوله الاولى، راسيه ديال روجر اولو. اسماعيل مقدم يمرر بحث على نوف العزروني، ولكن الكره ديالو مشات احتفظ بالكره. عادل تحيف كيمر في الجهه اليمنى، تبادل المحاوله لفائده فريق النهضه الامريكانيه. كرة في الجهه اليمنى، ترفعت الكرة، فرصة رأسية ديال الشرقي البحري. دائما الخطورة ولكن الكرة كتخرج خارج أرضية الملعب. ما تمكنش اللاعب والمدافع حمزة السمومي أنه يحصل على الكرة. من جديد يظهر الشرقي البحري. الرأسية والكرات الرأسية، الكرات الهوائية اللي كيعرف كيفاش يستغلهم الشرقي البحري. محمد بقعازي، هذه فرصة لفريق الرجاء. روجر أولو الحكم كيطلب وسط اللقاء. تبعد المحاولة، فرصة داخل منطقة الجزاء، فرصة الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفريق الرجاء. أي بداية لهذه الجولة الثانية. دخل داخل
داخل منطقه الجزاء. تبادل المحاوله، تمريره من نوفل الزرعوني ليسري بوزو. بكر الهلالي يسقط في المحظور، بكر الهلالي يسقط في المحظور. تابعوا يعني يسري بوزوق والرجل اليسرى. الوقت اللي كان خروج لاعبين الوعد هجومي بالنسبه لفريق الرجاء يمنح الان ضربه جزاء في الوقت اللي سيكون هناك متابعه الصوره. اذا هناك تسلل، اذا في الوقت اللي كيجي القرار ديال حكام الفار بان هناك وضعيه تسلل. اذا نتابع، اذا الخط الوهمي، اذا العوده ديال نوفل العزراوي من وضعيه التسلل. يسري بوزوق لم يكن كره في اليمنى، نوفل العزراوي فرصه تسديده والكره فوق المرمى. كانت محاوله وفرصه لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب نوفل العزراوي اللي بحث على تسديد ديال المرمى، تسديده قويه. نتابع التسديد كيبقى حل من الحلول، كره كتمشي فوق مرمى حارس امين الوعد. يوسف الفحلي ومحمد بقعاصي. يوسف الفحلي تمريره، فرصه في القائمه الثاني، البحث على الشرقي البحري في القائمه الثاني، ولكن الكره اللي محمود بن تايف في الوقت اللي زيد ما تسقط فوق عرضيه تاع الملعب. تاخذ فرصه، رجع اولو فرصه التمريره ما كانش بالشكل الجيد من طرف لاعب يسري بوزوق. رجع اولو، صعود الجبل، حركات لعبت الكره الراسيه، تدخل ديال كاميرا، وصلت الكره مره اخرى ليسري بوزوق يعمل محاوله المراوغه. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، فرصه محمود بن تايك يسدد وتدخل الدفاع. يطلب من اللاعبين انه يوقفوا اللاعب، لاحظوا روجر اورو ستاتينو في العزراوني. محمود بن تايك تدخل ديال عادل تحيف، تدخل ممتاز في المكان والتوقيت المناسبين. نوف العزراوني كيمرر في اتجاه لاعب محمود بن تايك اللي سدد ديال المرمى، ولاحظوا التدخل ديال عادل تحيف وابعاد الكره. كذلك من طرف لاعب جبريل وطرة، فرصه شكلت خطوره واضحه على الدفاع ولا مرمى فريق صعود. كذلك يوسف ضيو، حمزه المساوي، لعبت الكره دائريه راسيه يمسك جانبا. فرصه لفائده فريق النهضه البركانيه بواسطه مامادو لامين كامارا، ارتقاء وصعود لامين كامارا وكذلك يوسف ضيو. لاحظوا هذه المحاوله، لامين كامارا مشات الكره، لو مشات اعتقد المرمى كان سيكون هدف محقق للنهضه البركانيه. كره راسيه يعني نفذت الزاويه بشكل ممتاز من حمزه المساوي، ومحاوله دخول فيما ياسين البحيري وراء الكره. ياسين البحيري لعبت كره دائريه راسيه مرت جانبا. عادل تحيف، كره راسيه مرت جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس انس الزيتي. لاحظوا لي وحده عادل تحيف بالراس، اعتقد انه ضربه الجزاء. اذا يوسف ضيو وانس الزيتي وجها لوجه. حكم كيطلب لاعبين ديال الفريقين يكونوا خارج وسط العمليات. يوسف ضيو يسعى للتنفيذ، انس الزيتي، يوسف ضيو. الهدف الاول لفائده فريق النهضه البركانيه من انذار المدافع البوركينابي يوسف ضيو، ومن نجح في تسجيل الهدف. اذا فرحه كبيره للطاقم التقني وللاطار الوطني امين الكربه الذي ينجح في اخذ سبق في هذه المباراه. اذا انتظرنا تقريبا نحن تقريبا 106 دقائق او اكثر باحتساب الوقت بدل الدقائق حتى نتابعوا اول هدف لفائده فريق النهضه البركانيه. لم يكن من رجل المهاجم ولكن كان من مدافع بثوب قناص الاهداف ومهاجم هو يوسف ضيو. لاحظوا وضع الكره في الجهه اليمنى، انس الزيتي في الجهه اليسرى، وهدف اول لفائده فريق النهضه البركانيه. اذا تغيرت النتيجه في هذه المباراه النهائيه لفائده حامل اللقب فريق النهضه البركانيه. هدف لا شيء، فرحه كبيره جماهير النهضه البركانيه اللي رافقت فريقها في هذا اللقاء في هذه المباراه.